السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. أحبائي أعزائي جمهور هيما الحبوب نجم اليوتيوب، أنا بشكر كل إنسان ذكرني بهذا الاسم عشان خاطر اللقب ده غالي عليا جدا. النهارده هنتكلم على موضوع من أهم المواضيع اللي شغل الرأي العام وشغل السوشيال ميديا، ألا وهو أسمنت مصر أو جبس مصر حسب الشكارة اللي انتوا هتشتروها. النهارده طلعت ذكية عشان خاطر تتكلم كلمة حق هي وأحفادها. كل أحفادها كلموا وهيعبروا عن رأيهم. يا ترى هيقولوا إيه؟ طب ما تيجي نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده الموضوع صعب والموضوع دوت بصراحة تعبني، وانت عارفين انا عندي بروتيزم وعندي الدوالي تعبان، عشان كده على طول بلبس الكلسون. انا حلفت لابني ان انا مش هخرج تاني اتكلم في اي حاجة، عشان الناس زعلت مني، قالوا لي انت بتطلع في فيديوهات كتيرة يا ذكية. فقلت لا، اشمعنى السواق والنجار والبواب؟ ده حتى البوبي طلع، اشمعنى انا احسن من البوبي؟ يعني انا البوبي احسن مني؟ بوبي بتاع سعاد المعفن الجربان يطلع وانا ما اطلعش؟ لا، قلت لازم اطلع ولازم اتكلم. مالك يا واد كده يا واد؟ ها؟ مالك يا واد؟ في ايه؟ دختك يا واد، يا واد دختك يا واد ملهاش الا انت وهي ملهاش الا ليك. ها؟ حرام عليكم، ده ما كانش يحصل كده زمان ابدا. ده كان الاخ دايما بيخاف على اخته في الموالد بس والمواسم، والله العظيم كانوا بيخافوا على بعض في الموالد والمواسم بس، لكن اكتر من كده ما يعرفوش. ده كان على ايام، لكن على ايامكم انتوا ما اعرفش ايه اللي جرالكم. ايه اللي جرالكم؟ الفلوس سعرتكم ولا ايه؟ الفلوس سعرتكم؟ ها؟ قول لي، لو الفلوس سعرتكم قول لي. حرام عليك، حرام تعمل كده في اختك. ها؟ وجوز اختك ذنبه ايه؟ جوز اختك ذنبه ايه؟ احنا ما نعرفش فين الحقيقه. ها؟ انت جيت لي امبارح وقلت لي الحقيني يا حاجه ذكيه، مش خدتك في حضني وقلت لك معلش؟ قلت لك معلش ولا ما قلتلكش معلش؟ جيت تطلع في فيديوهات تاني بقى وتقعد تتكلم عن اختك وتقول ده انا هجيب حقها وجواز سعيده من في الفؤاد ده باطل. هي كانت اسمها سعيده ولا كانت اسمها ايه؟ ما تقولوا لي. حرام عليك اللي انتوا بتعملوه في بعض دوت، والله حرام. مش انت يا جبس لوحدك، كل الناس. مش عارف احنا الدنيا جربنا فيها ايه؟ احنا اتغيرنا كده ليه؟ والله العظيم على راي عبد الباسط حموده. نفسي اعرف ايه اللي حصل، نفسي اعرف ايه اللي حصل. ما الدنيا جرى فيها ايه؟ احنا عملنا كده ليه؟ حرام عليكم والله اللي بتعملوه ده ببعض. حرام، ده ربنا يسألكم عن كل كلمه انتوا عملتوها. حرام بجد حرام. انا زعلانه، انا هطرشق. انا ما عنديش الا غير الاستوديو هو اللي موجود وهو اللي حيلتي. افرقعهم يقولوا ليه اتجننت؟ ها؟ قول. لو افرقعهم اقول له ليه اتجننت قولوا لي، لكن هعمل ايه؟ ربنا يقصر لنا الدنيا دي على خير، وربنا يطلعنا منها على خير. انتوا تعبتني كلكم، تعبتوني بصراحه يا بتوع اليوتيوب. من ساعه بصراحه ما انتوا تعبتوا، وانا عارفه. ها؟ انا عارفه، بس نطول مش مشكله. خلاص يا رب ما تعملش كده في اخواتك. خدها مني صريحه مريحه جريحه. اوعى تقابل لصنف الحريم واوعى تقابل لصنف الرجاله. ممكن تامن للثلاجه، ممكن تقابل للكهرباء، ممكن تامن للبحر، لكن الجنس البشري فظيع. انا بقى تعبانه وعندي السكر والضغط وعندي دوالي في رجلي زي ما قلت لك وعندي مراتيزم، فانا مش هقدر اتكلم معاك كتير. حافظ على اختك، مش هقول لك تاني. ها؟ يلا بقى، احفادي طالعين يكلموك، خلي بالك، اوعى تتريق عليهم. احفادي طالعين يكلموك، ده حتى البواب والنجار وسواق التاكسي لو يكلموك اقول لهم ايه؟ اقول لهم لا ما تكلموش جبس؟ لا حرام عليا، اما هيبنوا ازاي؟ ماشي يا جبس؟ اوعى تعملها تاني، لحسن والله اكلم الحي يشيل منك دورين وما تبقاش جبس، تبقى نص سكر الجبس. يلا مع السلامه يا واد، مع السلامه يا واد. ده بقى يا حبايبي هنتكلم على حاجه شغاله برضو السوشيال ميديا وشغاله الحاجات الكتيره قوي.
اللي هي اسمنت مصر. انا ما اعرفش اسمه اسمنت مصر ولا جبس مصر. طبعا انا كنت من معجبينه وكنت بحبه جدا جدا جدا، بس خلاص من ساعه ما دخل خد من اخته القناه وكتب اسمه في الشهر العقاري، وعرفت ان هو هيتحول لمحكمه الحميات، وانا بطلت اتفرج عليه تاني. لا انا زعلانه منه. كده برضو بتعمل في الحاجات دي في اختك ولا ما بتعملش؟ لا انا زعلانه منك بجد بجد بجد، انا زعلانه منك. انا كنت بسرق التليفون من ورا ماما وبابا عشان خاطر اقعد اتفرج عليك. مش هقول لك الشكل ان الشكل ده بتاع ربنا، بس انا ممكن تكون انت دخلت قلبي، فلما دخلت قلبي خرجت منه تاني ودخل حتى. ايه يا جبسوس؟ عامل ايه يا دي جبسوس؟ انا ما اعرفش والله الاسامي دي جبتوها منين. مره جبس ومره اسمنت ومره امن ومره صبه. ما اعرفش انتوا بتبنوا عماره في المرج ولا ايه؟ انا عايز اقول لك كلمتين يا ده جبسوس ما فيهمش تالت. معلش اصل انا عندي مرض كلابي شويه. يا جبسوس عيب اللي بتعمله في اختك ده. اختك دي ملهاش الا انت يا جبسوس. ها؟ غير كده انا لسه هسألك سؤال، هما سموك جبسوس ليه؟ هل انت كنت شبه الصبة؟ ولا انا عايز اعرف كنت شبه ايه بالظبط؟ عيب يا جبسوس تعمل كده في اخواتك. عيب. انا لولا ان طنط زكية حلفتني اللي انا اطلع باحفادي انا ما كنتش طلعت وكلمتك. ملهمش الا انت. ايه يا جبسوس؟ لا انا برضك مش من العيله دي. انا لا ضاغط على عمار. انا لقيت نفسي ولا حد داخل ولا حد خارج اخويا. قلت اروح عند الحاجه زكيه واهو اقول كلمتين نقابل بيهم رب كريم. ايه اللي انت عملته ده يا جبسوس؟ ها؟ مش عيب؟ اخواتك صلة الرحم راحت فين صلة الرحم يا جبسوس؟ يا جبس انا عايز اقول لك كلمتين. اذا كنت انت جبس فانا اسمنت، اذا كنت انت رملة انا مونة، اذا كنت هتبني دورين انا هبني 10. عيب يا جبسوس. انت من ساعة ما رحت بعض الدول العربية وانت اتغيرت يا جبسوس. اتغيرت ليه كده يا جبسوس؟ دي احفادي هي اللي عملتها. ايه يا جبسوس؟ ايه يا حموس؟ عامل ايه يا اخبارك ايه؟ لا انا مش من العيله دي وما يشرفنيش ابقى من العيله دي. عيله زكيه دي كلها ما شاء الله عليها، تشد في شعرك منها. انا النجار، بس انا لما لقيت الحاج زكيه بتوثق اخواتها واحفادها ان يطلعوا يكلموك كلمتين، قلت اشمعنى انا يا سبت المفك والشاكوش والهجنه من ايدي وسبت اللوح وقلت اطلع اتكلم معاك شويه. قال البندوره تشتغل شويه، ما هي كده كده زكيه ما بتدفعش فلوس، وحرام عليا اشتغل من غير ما اطلع حتى واكلمك. عيب يا جبسوس، عيب. احنا اسطى. ايه يا عم جبسوس؟ لا انا زعلانه منك. انا مش هسميك جبسوس، انا هسميك ركسوس. ايه اللي عملته دوت؟ لا احنا كلنا زعلانين كلنا زعلانين كلنا زعلانين. ها؟ والله كلنا زعلانين. خلي بالك ان العيله كلها عندها برضه نفس المرض ده، مرض كتابي. ليه يا عم جبسوس كده؟ انا كنت بحبك وبعزك زي اخويا الصغير، دلوقتي طلعت زي اخويا الكبير، اقرا ولا زي كده برضه. هو ده اللي نعرفه عن جبس مصر. اما لو اسمنت مصر كنت عملت فينا ايه؟ كنت باركنا كلنا ولا جبت لنا 4 ادوار ازاله؟ لا انا زعلانه منك، زعلانه وبطق، ويمكن كمان ما اكلش لمده 10 دقايق عشان انا مش متعوده منك كده يا جبسوس. ماشي يا جبسوس؟ ان شاء الله باذن الله خلي الدكتور يكتب لك لبوس. ايه يا عم جبس؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ لا انا برضو مش من العيله دي. انا لقيت النجار
والبواب موجودين هنا عند الحاجة زكية. انا سواق التاكس بتاع الحاجة زكية اللي بتروح بالمستشفى. لما نزلتها وطلعت اتصلت بيها عشان اقول لها انت نسيتي البوك في قلب التاكسي. راحت قالت لي اطلع لي انا عايزاك. قلت كتر خيرك يا حاجة هتاكلني وتعشيني. طلعت فوق قالت لي اقعد هنا وقول كلمة حق على جبس مصر. قلت لها يا حاجة انا سايب التاكسي تحت عشان اطلع اتكلم على جبس مصر. انا مالي بجبس مصر، اله الحي يزيله. قالت لي لا انا ما بتكلمش عن الجبس اللي احنا بنرمم بيه العمارات، انا بتكلم عن جبس. قال لها ده انا لسه موصله دلوقتي. قالت له موصل يا لا ايه يا جبسوس يا بتاع الناموس؟ انا بقى من العيله دي سبحان الله. انا البوبي بتاع سعاد اللي باباها جابه لها بعد الفيديو ما عمل ضجه في الوسط الفني. حبيت اشمعنى هما كلهم كل الانسان والبشر بياكلوا ببعضيهم. قلت لما اطلع اعرفهم احنا كحيوانات بنعمل ايه. احنا بنحب بعض وبنولف على بعض وبننام مع بعض وبنقوم مع بعض ولينا ديل. والله لينا ديل جميل جمال ملوش مثال، وعندنا ودان حلوه وبتسمع كل حاجه. لكن انتوا بشر اجرك الله منكم، كل واحد بياكل في اخته وكل واحد بيسرق الكلام من اخته، اكننا قاعدين في قناه السويس بسبب اللي انت عملته دوت. انا بقول لك يا جبسوس خلي بالك من نفسك يا جبسوس، وخلي بالك من اختك ملهاش الا انت. ماشي يا جبسوس؟ ايه يا جبسوس؟ لا انا مش من العيله دي يا جبسوس. احب اعرفك ان انا مدرس الاطفال اللي انت شفتهم دول كلهم. جننوني، خلوني اشد في شعري، رفعت حواجبي لفوق وسرحتها لورا، حطيت جل، حطيت كريم، حطيت جاز، ومفيش فايده. العيال مش عايزين يتعلموا خالص. قلت بدل ما انا قاعد كده اهوت والعيال قاعده مبلمه قدامي، كلمت الحاجه زكيه وقلت لها انت بتعملي اي موضوع؟ قالت لي ايوه يا اخويا. طلعت اتاري بيتكلموا عن جبس مصر واسمنت مصر وتحيا مصر. خلصت الموضوع وقلت لها لازم اتكلم مع جبسوس شويه. ايه يا عم جبسوس مالك؟ زعلان؟ تعالى اديك درس خصوصي. مش زعلان برضك؟ تعالى اديك درس خصوصي انت والعيله. وصدقني هتخرج من تحت ايدي مش هيسموك جبس مصر، هيسموك رملة مصر.